Уважайте родителей, и ваши дети будут уважать вас. Ведь каждый из нас хочет вырастить ребенка здоровой исламской личностью, обладающей хорошим характером и высокой нравственностью, прочными исламскими принципами и познаниями, должным исламским поведением и всеми качествами, необходимыми для выполнения всех требований жизни. Такое обучение – живой пример подчинения Всевышнему посредством искреннего и сознательного следования исламским учениям, подаваемым родителями. Неотъемлемой частью такого воспитания, начинающего с самых юных лет, является покорность, уважение и предупредительность по отношению к самим родителям. В хадисе пророка Мухаммада, да благословит его Аллах, приветствует, говорится: «Довольство Аллаха в довольстве родителей». وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناحك الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. هم بو ألشة معنى مود ألش دال شيسي دوج قران دال ويك هم بو ديل قل خل ديل سسم خلق بو الله ديل حن ديل خشا وقتن تعلق تن عبادة مدويل إش ألا دال يسسم بنق بو وبالوالدين إحسانا شيدين ديك ديلش ديك خلش ألا ديل قلق ديل سسم بو دال من بو وين محمد بابر أمتن إما يبلغن عندك الكبر نجح حسن إيش حقوم رح حديني وش إحدانا دق الله إيش قند الله أحدهما تشنيخ تعدسني وكلاهما يشيء إشت دق خل إشت تارسي وش حديني وش إش دق الله فلا تقل لهما أحتاج أفن دحشوه دي مودوش آلي إحدانا شوه مديلح ولا تنهرهما إحدانا إقدي كخكارت مدقلح وقل لهما أحد عنديني قولا كريما سيلح دوشدل خز دوشدل دوش بي مآلح أمر دو إدال ويقدش وغ ويقدال واخفض لهما جناحك الذل من الرحمة حي آغو تدبي تارن حلا سيسز خلي بور قتر تارن لخر خلي قتر حستل وي يعني دانا حستل حبوه معندوز يعني دانا حستي قيهية مية خزخل دوش بيتاشين بألح بودال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هي وزن ديل أتسن دخنين قيهية تنبيح آلي حيدينا ديغلح ضع ديلح تارشم صبير دوش جيم دوش بيوسن غطش داتسدوش متسدوليش حق تدوليش شيل تدوليش حستش اشتقوبش أت سبير اللح تار سخ من خيل بوش بلقية تنبيع وتصدقنين خالي ضع ديلح بو أمر دق دال ويقدش. Поэтому, когда родители-мусульмане дают наставление своему ребенку, он сразу понимает, что те правила, следования, которым от него требуют, это не просто их собственные пожелания, а Божьи законы, которым его родители повинуются точно так же, как и он. Мусульмане следят за тем, чтобы их дети получали должные наставления относительно исламского учения. شيء حديث عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما دي أنش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ديل رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين ديل ريز غلر حدانا نحون ريز غلر قهدون نقحسن حدانا نحون ريز دلح الله ديل يحون ريز غيرون بو بعندتون تانا داسنا نسبوغر تدش شور ولا دعوغر داسنا دينا متحوش دا جيحو آل دشنا ديش ويتشوع لبلغ ويتشوع ويدوش دول غاز وتشمش تدوش تانا دانا ديل خوش تانا دانا يح أرجاه تشلو هنا دينش سيري غو هنا دينش غو باش دايخ يشلو إيديل ماستري تبيوت هنا أجا إدانا دريس سالشان ديل أغز لويتون تون خاديش نيش نعتعوتي إغازوة دلح شغازوة تعوتي خاديتون إغازوة دلح تسنة أزدينين برب ديس تسنة نكسن جهاد العين إداته جهاد العين هدو ألشا تسن غازوة توش حمخ شبي أنطوان بوش حموخ كلك بيش بوش حدين هلك ديش دوش
إتوام خيلشة إمتح هور ديغن تدوش دو إتعاب ربادوش نعم تغنى هنا دنج سوريا ويد ملا دنج داغستان ويد هنا دنج غازو دويد بوش دون أرا بيرش صحيق الدوش بوش بولتا جهل كيجي نخبوي دا بيلغبوتر نانا يلغيوتر يش وشاد يلغدوتر مخ بيلغبوتر شيدانا نخول شيتين از مخ حمل ورك خول شيتوتر. Цель исламского воспитания в первую очередь состоит в том, чтобы дать мусульманскому ребенку правильное понимание бытия и места человека в нем. В возрасте 5-6 лет ребенок способен понять все так же, как и цель своей жизни, неизбежность смерти, возвращение к Всевышнему. И это формирует жизненно важную часть его сознания и понимание бытия по мере того, как он подрастает. Постепенно он узнает о том, как Всевышний наставлял человека через своих посланников. Постепенно к нему приходят подробности учения, переданного через пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, который учит ребенка превыше всего любить других людей. Таким образом, в нем очень рано воспитывается совесть, порядочность и ответственность. С юного возраста он уже может следить за своими собственными поступками. Пайгамбар дейсалам хулцуна тун схабош был асхабша тир хусум нанваш ху олш хилла элчшей угерч ол халойл zaman чах мацелло гаттун вашаш хаузин zaman чах шейц инда шейриц анчур арол шхейнах хайши ديزل دا هايشي هسم دا تسين دا بيغ تاني ديخر دا شاحوغ ويقع تغن خلوة يرقالي وين شو حارم ريت مدالح حارم ريت وين ايش داتسون حارم ريت وي دائج وي ديزل ايمان يحخر باتسون وي ديزل ايمان يحتخلج وي ديزل دال داق ازباق قربون قان دوغدلش قيمة ديناح وي ديزل داق ازباقن وي تنغ يلسمني جوعت حنخليش خرياتون وي تنغ سمو دير داتون تو تصحدلش دلش ادمن هميات الشتغنا دنيا انجو عشاء اشي ديزل دي قلبيش دنيا انجو عشاتون حارم حانل تقاس داشا شاتون اخش داخ شاق ارق داخنا نركوتيك ياخنا ادم تل داش دلش دل همان ثاني شا حارم ريت داخشا شاي ادم شي ديزل دي قلبو ميات دقنا اما تو ويليش قان دولش قيمة ديناح وتني يشاوى لربحندلش يش يدوزل أسحار مني باقر بحندلش ديلخ تيشخلش قيمة ديني إيمان دولشخلش يلزمني إيمان دولشخلش قان دولش قيمة دينها تخص حن خير داتق تخوق أستن خير دق تخو ديقل خير داتق الله وتن ويل إيماننا ديقح نيني حخيلش وتعرش يدوزل تغن إيمان يحقيبو تأقل إسلام يحقيبو Любое общество стремится оставить после себя достойное молодое поколение, а хорошее воспитание человек, как известно, может получить только в крепкой, любящей семье. Только в такой семье, где правит любовь, равноправие и взаимное уважение, может сформироваться высоконравственная личность, которая призывает ислам. علم ناخله وتاجر حياتي دوش دول علم دوتان وما قاعد دقائق وش ديك دعدارجوش ديك تنديره شي ديزله شي دين ايه شي قوم غلقت ايه عادة ايه ازدن قليد شي ديزل غير تيتشه وتنجح كرر يقدم شي دنيا ايه خرتاعيول شو دوغل. Всевышний Аллах предписал строить семейные отношения на основе любви и взаимного согласия. Мусульманский брак – договор между супругами, согласно которому они обязуются проявлять по отношению друг к другу любовь, доверие, понимание и содействие. Такая семья становится для человека источником спокойствия, радости и наслаждения жизнью.